الوطن، وتنطلبوا من السيد العامل باش يناقص مع السيد وزير، مع السيد نائب التربيه مشكور على العمل ديالو، لانه تيعمل معنا دائما ملي تنمشيو عنده تيلبي لنا الطلب ديالنا مشكور. تنطلبوا منه باش يجلس مع شي لقاء مع المجلس البلدي ويخرجوا بواحد النتيجه اللي هي نتيجه اسراع بهذا الملف. ما نكونوش نديروا اللقاءات المناسباتيه ونطولوا الملف ونمشيو ونقولوا حقا راه كلنا مسؤولين، العامل مسؤول، الباشا مسؤول، القائد مسؤول، انا مسؤول، امي مسؤوله، اختي مسؤوله، جميع المحليه مسؤوله. ولهذا تنطالبوا من السيد العامل، وباقي تنقولها وغندق الباب ديالو ديما، تنطالبوا منه الاسراع بوتيره هذا الملف اللي هو محتاج نسدوا البيبان على الملفات كاملين، نناقشوا هذا الملف. هذا السيد العامل هذا ما نناقشوش ملفات، هذا هو اللي عندنا اهم من الطريقه تخلينا الان ناعسين وتنفكروا في الاخوان اللي شفنا الحالات ديالهم الان، الحالات اللي جاوا بها. كاين اللي جا في طاكسي، كاين اللي يجي يتابعوا اخ ديالو، ولا ما عندوش اخ ديالو اللي يتبعوه، شكون اللي غيدفعوا؟ واش حنا غنشوفوا راسنا راه حنا دايرين كرافاطه ودايرين نضيطرات وكويرو في يدينا راه حنا صافي؟ لا، ما قطعناش الياس ديالنا، نظروا للاخوان باش يجيب الله اللي ينظر لنا حتى حنا في المستقبل. وشكرا جزيلا. الفاضله من ذوي الاعاقه في المجتمع، كما جاء في الخطاب الملكي سنه 1993 بمناسبه ذكرى ثوره الملك والشعب. كيف يدرك تكافؤ الفرص وإتاحتها للجميع إذا كان المعوقون جسديا يهمشون ويبعدون عن الميادين التي هم لها مخولون ومستعدون، في حين أن الإسلام وهو دين التكافؤ والتكامل يدعو إلى الاهتمام بالمستضعفين ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع والأخذ بيدهم ليكونوا أعضاء فيه عاملين منتجين. يأتي دفاعي عن الوجيات بصفتي من ذوي الإعاقة. عانيت الأمرين أنا وأمثالي ولا زلنا نعاني من حرماننا من عدم وجود بيولوجيات عمرانيه صحيحه وانعدامها بعد المرض، وانعدام بيولوجيات عمرانيه في المدينه نحبها. واتقدم بالشكر الجزيل للسيد العامل الذي يبذل جميع جهوده منذ ان طرح عليه هذا الموضوع، ونشكر جميع جمعيات المجتمع المدني والحاضرين اليوم الذين ساهموا من قريب او بعيد بالمشاركه في هذه التواصل.